تعال كما أنت واخلع عنك الدنيا وادخل إلى الله بقلب سليم. إيه فضل لقاء ربنا بقلب سليم، وخاصة في شعائر العمرة والحج؟ ده شيء جميل جدا، وهو ان الانسان يتقرب الى الله عز وجل. ليه؟ لان البعد اصلا عن ربنا وحش. ربنا يقول لك ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. يعني يا مولانا ضنك في كل حاجه، ممكن معاه المنصب، معاه الفلوس، معاه الدنيا كلها، بس حياته كلها ضنك. ليه؟ بسبب بعدك عن الله. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لذلك ربنا يقول لنا إيه؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن. أنت مش عاجبك عبادة الرحمن، ومش عاجبك عبادة ربنا، مش عاجبك عبادة ذكر الله عز وجل. ربنا يقول لك إيه؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. أبي الشيطان ده لما يكون قاعد معاك عامل لك إيه؟ هيدلك على الخير، يقول لك قم صلي، قم زكي، اعمل خير، يقول لك لا. ربنا يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين بعمله وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون. يقول لك ده انا عمري ما بغلط، ده انا بيفعل الخطأ، يقول لك انا عمري ما بغلط، ظلم واذنب وعمل وعمل وعمل، يقول لك لا عادي ربنا غفور رحيم. لا، أهو ده الشيطان. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. لذلك الإنسان في هذه الشعائر وفي هذه الأيام ربنا يدلنا يقول لك إيه؟ واذكروا الله في أيام معدودات. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير. أهو بقى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. أقرب زاد أتقرب به إلى الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أنا بقول لكل الحجيج أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين العباد.